السلام عليكم متابعين ديالي العزاز، لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ عواشركم مبروكه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا ربي. عواشركم مبروكه. اليوم خروج على الخيوط والطرز والمرمى، داكشي صافي حطيناه. بما انه العواشر دابا رمضان قرب ان شاء الله، الله يوصلوا علينا بخير وعلى خير يا ربي، ونصوموا بالصحه والسلامه جميعا الامه الاسلاميه. هادشي علاش قررت ندير معكم هذا الفيديو، واخا فايت لي درت معكم الزميطه كما تنقولوا حنا في الاطلس في خنيبره، تنقولوا اختي الزميطه. شي تيقول سلو، كل واحد وشنو تيقول. قررت اليوم ندير معكم هذا الفيديو هذا، كما شفتوا القوم معايا راه وجدتو. من هذا الفيديو تنقول البنات الطبخ الله يكون لكم العوان مع المعن. حيت من الصباح وانا كنوجد. المهم اختي درت هنايا كيلو ديال، المهم نقول لكم الزميطه على طريقتي انا. كنحاول ما امكن نديرها شي شويه صحيه. هذا البنات الدقيق ديال الشعير، مشيت كيلت الشعير من الرحبه وجبته غسلته وحيت ليه داك الشعره اللي كتكون فيه، وديته المول الفران الزنقه بالعواد قلاه ليا وطحنته غربلته بالغربال ديال النيلو. هذا ديال الزرع ديال القمح. درت بحال قلتي 2 كيلو ديال الشعير، ودرت كيلو ديال الزرع. ديما كنديرها غير بالقمح، ولكن هاد المره الشعير تيعجبني صحي اكثر. هذا الشيء علاش درتها نص نص، ما نديرش غير القمح بوحدو. كاينين البنات اللي تيقليو الفرص، كل واحد الله يعاونو، كل واحد واشنو اللي في استطاعته. بحال البنات اللي كاينين في المدن الكبار ما يمكن ليهمش يلقاو الشعير، غير الا كان شي حد في مدينه صغيره يجيبوا لهم. هذا البنات الجنجلان والكاوكاو مقليين مغسولين ومقليين ومنقيين ومطحونين، وخلطهم بالزيت البلديه، جاو على شكل املو باش ما يجيوش يتكوروا ليا وسط اللوز. مازال غادي نمعكهم مزيان مزيان باش يتحلوا هما، باش غادي نخلط. وإلا خاصني السائل غادي نزيد زيت الزيتونه اختي اللي غاليه دايره جنيوحات. واش غنديروا؟ ما عندنا عليها العين زيت الروميه ماشي صحيه. الزبده الا تعطلات كتغوى وما زوينه الا درتي الزبده البلديه ولا الزبده المزيانه الكاليتي، ولكن كتغوى. اللي بغى شي حاجه صحيه ولا عنده الكوليسترول من الاحسن كاع ما يديرهاش. هذا البنات الجنجلان منقي ومحمر خليته للتزيين. هذا اللوز غير خليته حتى هو للتزيين. هادو إلان منقيين ومقليين ومطحونين وغربلتهم بالغربال الحرير باش ما يبقاوش يتغزوا لنا في الماكله. هذه القرفه بلديه عواد، عطيتها لمول الزنقه اللي تيطحن العطار اللي طحنها ليا. هذا السكر كلاصي، قلبت على التمر تارزاوه كتجي زوينه وصحيه، ولكن ما لقيتهاش في خنيفره. هذه غير سنيده دوزتها في مونينيكس في الطحانه. ولات بحال السكر، ماشي السكر سبيسيال ولكن ولات بودر. هذه النافع وحبه حلاوه، طحنتهم وغربلتهم رابعه بيناتهم، رابعه كبيره 250 غرام. هذا اللوز دوزته في الهاشوار. المهم كديري غير القياس باش ما باش ما تحرقيش الهاشوار ديالك، وكدوزيه كيجي هكا فاش كنكونوا حيت هذا عندنا بحال املو منيل. هذا طحنته على برا، طحنوا ليا مول اللي كيبيع الجنجلان واللوز وداك الشيء. قلت لي بغيتو يكون نيت طلق الزيت ديالو، وزدت عليه الزيت البلديه ولا بحال املو، هو غادي نخلطو به. وهذا اللوز طحنته ولكن باقيين فيه الحبات. هانتوما غنقرب لكم الكاميرا باش كنكونوا كنعضوا كنلقاو دوك الطريفات ما تجيناش الزميطه لاصقه لنا في فمنا. هادو هما المقادير البنات. هاد اللوز خليته للتزيين، هاد الجنجلان حتى هو للتزيين. هادو هما المقادير اللي عندي. حكا المسكه والكوزه كنت خليتها بعيده. هذه المسكه مطحونه مع السكر، وهذيك حبه الكوزه طحنتها ما كملتهاش، حكيتها في الحكاكه ما كملتهاش حيت يقولوا خايبه للناس اللي عندهم الضغط. وانا والدي غادي ياكلوا من هاد الزميطه، ما بغيت حتى حد يطلع عليها اختي لا طانسيون اللي جا عندي ياكل داكشي صحي. المهم نخلطو، نصيفطو شي شويه، نصيفط شويه لخوتي على برا وناكلوا شويه، واللي جا عندنا يدوق. اختي يجي عندك شي حد في رمضان مورا التراويح صافي الناس راه واكلين اصلا شبعانين نفطروا، ما كتديري كويس ديالها حتى وتحطي شي شويه ديال الزميطه في الطبسيل، وكتجمعوا عليها انت وجارتك ولا اختك ولا صاحبتك ولا شي حد من العائله ولا الحباب الا جا عندك. هذا ما كان البنات. دابا غادي نخلطوا هذا الشيء اختي. بقاو معايا البنات. هنا البنات غادي نبدا نخلط. غادي ندير القرفه هي الاولى. عندنا ربعه كبيره 250 غرام. عندنا النافع حبه حلاوه 250 غرام. انا كندير عيني ميزاني.
كندير قياس القوام، تنضوب القوام على الطحين باش كتجي مقومه زوينه. كندير نص كيلو ديال إيلان، غربلوه بالغربال ديال الحرير باش ما يخلي لكمش داك التغزاز نتوما كتاكلوا ديالكم او الزميطه. كندير اللوز، عندي كيلو ونص ديال اللوز مهرمش، عندي نص كيلو صايم. بالنسبه للكاوكاو عندي 2 كيلو، نقص منهم النص، المهم كيلو ونص وكيلو ونص ديال الجنجلان هما اللي كاينين هنايا مخلطين مع الزيت. كنخلطوا هذا القوام هذا. عندي المسكه والكوزه، صافي كنخلطوا هاد الخامه كامله حتى كتندمج. عاد كنزيدوا داك امرو ديال الزيت وزيت البلديه مع الجنجلان مع الكاوكاو مطحونين، هما اللي غادي نخلطوا بهم. الا خاصنا الليدام غادي نزيدوا الزيت البلديه، ما كاينش الزبده، ما كاينش السمن، ما كاينه حتى حاجه اخرى، لا عسل لا. المهم هادشي اللي كاينه البنات. جربوا الطريقه ديالي. هاد الزرع اللي تيكون مقلي في الزنقه عند الفران الحومه تيعطي واحد النكهه رائعه غير هو بوحدو. عندنا في الاطلس والمتوسط خنيبره ملي كتكون نفيسه. دابا نبارطاجي معكم شي نهار الزميطه ديال النفيسه وداك اوين تنقولها حنا تمكونت او اوين تيهزو غير الطحين ديال الشعير مقلي ومطحون ولا ديال القمح وتيخلطوه مع السمن البلدي، الزبده البلديه يا اما الحاره يا اللي قدر على الحاره زوينه، اللي ما قدرش غير الحلوه. وتيذوبوها بادوش نص زعتره وتيصفيوها وتيخلطوا بها داك داك البندق، داك الطحين ديال الشعير مطحون كيتسمى بندق ولا ديال القمح. وكيزيدوا عليها العسل الحره الا كانت متوفره وشويه د ازير وتيعطيوه للنفيسه مده 7 ايام. هادشي تيخلي الحليب يكون عندها باش تقدر ترضع التربيه ديالها. هادشي تتقول الوالده ديالي وتيقولوا الناس كاع اللي كبر منا في العمر. وتيخلي حتى النفيسه كتجمع راسها وكترجع صحيح حتى هذيك 7 ايام. هذا مكان البنات. المهم باش كنخلطوا هاد الكميه كامله عاد غادي نزيدو داك املو. نحاولوا كاع دوك الحبيبات اللي تيكونوا الا كان شويه اللوز مكور نحاولوا نحلو واخا هو غير تهرمش في الهاشوار ولكن تيطلق الزيت ديالو واخا هكاك صافي حتى كيتخلطوا المقادير النواشف كامله. الجنجلان تنخليوه حتى الاخر هو السكر الا بغينا نقصوا شي حاجه مسوسه ولا. المهم حتى كان السكر هو الاخر، كنخلي انا السكر هو الاخر. دابا كنجيبوا هاد الاملو هذا ها هو شفتو تنخويوه هكايا. كنجيبوا لا سباتيل باش ما تبقى حتى حاجه. هي صراحه ما كتخلي حتى حاجه لاصقه لنا في البانيو. هكذا هادشي ديال السائل ما غاديش يكفينا، غادي نحاولوا نزيدوا شويه الزيت البلديه كنظن. المهم نخلطوا عينينا ميزاننا حنا كنخلطوا. هذاك املو ما كفانيش غادي نزيد الزيت البلديه ضروري هي باش غادي نخلطوا. راه الزيت بلديه نيت حره. صافي الشكل النهائي البنات هكا كتجي ما هي معجونه. سمحوا لي على الصداع د الباب، شي حد خبط الباب عند الجيران. المهم هذا هو الشكل ديالها، القوام ديالها صافي كتجي على هذا الشكل. دابا غادي نجمعها. هنا البنات صافي كملت درتها في السطل. ها هو السطل اللي قلت لكم، السطل ديال زمان. كتجي كلها مقومه بالجنجلان باللوز بالكاوكاو إيلان العطور ديال النفع والقرفعاطين والكوزه والمسكه. الشكل ديال الطبسه ديالنا جا على هذا الشكل. كل واحد تيقدمها على الشكل اللي بغى. بغيتي تقدميها بطبيقات فرديين بطبيصلات فرديين
كل واحد تحطي ليه الطبيسي ديالو كديريها على هذا الشكل. المهم تيبقى الاختيار كل واحد تيدير داك الشيء اللي عجبو في دارو. نتمنى يوصل عليكم رمضان بالخير وبالمان والهنا والصحه والسلامه يا ربي، وتصوموه بالصحه والسلامه ان شاء الله، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا ربي. ما تنساوناش البنات في لي لايك، تعليقكم الزوين، الله يفرحكم كاملين. شكرا على المتابعه، طلعوا لنا اختي هذا الفيديو الله يحفظكم، شكرا بزاف.